اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. تعالوا نعمل حلقة بسيط وسهل. هنجيب رطل لبن ونحطه على النار يغلي، وبعد ما يغلي وكده معايا نص كوباية مية، هنزل عليه ب4 معالق كاستر وهدوبهم خالص لغاية ما يدوبوا، ما يكونش فيه اي حاجة مكلكعة. بالمعلقة كده ايدينا فيه لغاية ما يدوب مننا خالص، يبقى شكله زي الحليب بالظبط، ما فيهوش اي حاجة. وبعدين هننزل على اللبن بالنشا الاول، مش هنحط سكر، لان السكر لو حطيناه الاول هيمنع النشا تربط مع اللبن. ديت ملحوظة يا بنات، لو احنا حطينا السكر قبل النشا عمرها ما هتربط. وايدينا في النشا كده باللبن لغايه ما نحس ان هي تربط كده، نقوم حاطين، ننزل بكوبايه سكر، كوبايه يا بنات من بتاع الشاي، وحسب الرغبه حسب ما تحبي. هي كوبايه ما كانتش كبيره قوي ولا صغيره قوي، اللي عايز يقلل عادي واللي عايز يكتر عادي، دي في ايدك. هفضل اقلب اقلب اقلب، وبعدين هنزل بكيس فانيليا. الفانيليا بتخلي طعمها حلو، وبنحطه في الاخر، منحطوش في الاول. وهنقلب تقليبتين بعد النشا كده، بعد الفانيليا، ولغايه ما يربط معانا، ونطفي على اللبن، ونجيب بولات ازاز بنكون غسلينها ومنشفينها، منكونش فيها ميه كده. اللبن الحليب ربط معانا. هجيب بقى الكبشه بتاعتنا، كل حاجه يا بنات بتكون ناشفه معانا. هنا الكبشه اهي، كل بوله من الازاز بتاخد كبشه ونص. ما نحاولش برضو نملى البوله على الاخر، عشان لو عيل خد واحده ما تقعش منه كده، تبقى على قد كده. هو رطل الحليب عمل معايا 8 بولات. بنمسح الكبشه كده عشان ما تسقطش مننا على البوتاجاز ولا على البولات بتاعتنا وتخلي منظرها مش حلو. ونجيب مناديل ونمسح، لا بنمسح البوله كده من تحت في الحل، اي حاجه فيها تقوم نازله في الحل. هنا كنت عملت 3، هكمل بقى، هيبقوا 6 بولات ازاز و2 بولات ميلامين عادي. ما كانش عندي بقى بقيت هو طقم كامل، كملت بقى نكمل في اي حاجه بقى، ما نوقفش نفسنا على اي حاجه. هنا حتى واحنا واقفين كده ما ننساش نستغفر ربنا ونصلي على الرسول. اللهم بارك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. شوف الصينيه بتاعتنا ما اتلبستش ولا اي حاجه، علشان احنا بنمسح الكبشه بتاعتنا. كل حاجه نعملها كده يا بنات بنظافه، هتطلع معانا الحاجه زي الفل. هنا بقى لو حسينا حاجه ناقصه بنظبط بقى احنا في ايدينا بقى. هنا كده الشكل النهائي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.